بقلاوة جزائرية تقليدية تجي مرقة الله الله بدون آلة توريق، رايحين نخدموها غير بالحلال برك وتجي عالية وتجي ما شاء الله معسلة حتى للقلب. اروحو نخدموها كيف كيف. لعجينة البقلاوة تاعنا نحتاجو كيلو تاع الفارينة، انا خدمت بهاد لا مارك سيم، عبرت جاوني 3 كيلات ونص تاع الفارينة، درت بهاد البول تاع الشوربة كيما راكم تشوفوا. نضيفو عليهم مغرف صغيرة تاع لافاني ونص مغرفة صغيرة نتاع الملح، ونخلطو مليح هاد المكونات الجافة. وبنفس الكيله اللي كيلنا بها الفرينه نديروها كيله تاع السمن يكون ذايب وبارد، نزيدوله 3 مغارف تاع الزيت كيما شفتوني، لازم هنايا السمن تاعكم يكون بارد ما يكونش سخون، نزيدوله حبيبه تاع البيض ونبداو نبسو مليح في الفرينه نتاعنا. ومن الاحسن هنايا تخدموا بالسمن باش البقلاوه تاعكم تجيكم مورقه وتجيكم شابه. وهنايا بعد ما بسست مليح الفرينة نتاعي بنفس الكيله اللي كيلنا بها كامل المكونات اللي فاتوا، نديروها نص مزهر ونص تاع الماء، يعني نص كيله ماء ونص كيله تاع المزهر، ونلمو بهم البقلاوه نتاعنا، العجينه بليتو تاع البقلاوه نتاعنا. وبقاو تضيفوا في هذاك المزيج تاع الماء والمزهر غير بشويه العجينه نتاعكم، ولموه حتى تحصلوا على العجينه تكون طريه. هنايا لازم العجينه تكون طريه، ما تكونش يابسه وشاده روحها مليح، يعني تكون طريه. وهاي العجينة نتاعنا اللي نتحصلوا عليها كيما قلت لكم عجينة تكون طرية، ندلكوها حوالي 3 دقائق برك يعني حتى تولي لنا رطبة. كيما قلت لكم العجينة خلوها طرية باسكو كي نخلوها تبات حتزيد تشد روحها. وأنا وزنت لكم العجينة نتاعنا شحال يجي فيها ابيبخي باش تعرفوا شحال تقسموها. انا هنايا حنقسمها على 11 كويرة، يعني حندير 5 طبقات من التحت و6 طبقات من الفوق. انتم حبيتوا تقسموها 12 ديروا 6 من التحت و6 من الفوق كيما حبيتوا. نديروا هاد الكويرات نتاعنا في اكياس بلاستيكيه ونخلوهم يريحوا ليله كامله. وبالنسبة للحشو تاع البقلاوة تاعنا أنا حبيتها تجيني شوية طالعة، درت كيلو و200 غرام تاع الكاوكاو يكون بالقشور تاعو كيما شفتوا، حمصته شوية وطحنته كيما راكم تشوفوا، يعني ما طحنوش خشين بزاف وما طحنوش رقيق بزاف، طحنوه هكا كيما راكم تشوفوا. بنفس البول اللي كيلنا به في الاول نكيلو 4 كيلات تاع الكاوكاو كيما قلت لكم انا درتو كيلو و200 غرام باش تجيني طالعه. نضيفوا عليهم نص كيلة تاع السكر، ما تكثروش السكر باش الحشو تاع البقلاوه تاعكم ما يجيكمش يابس. نديروا عليهم مغرفه صغيره تاع لافاني، شويه تاع القرفه، وملعقه صغيره تاع عطر اللوز الحلو. ونضيفوا عليهم 4 مغارف تاع السمن يكون ذايب، هكا نديروا فوق هذاك السكر باش يذوب لنا شويه، ونبداو نخلطوا في الحشو نتاعنا. وبعدها نجيبو المزهر تاعنا ونبداو نشمخو في الكاوكاو نتاعنا. هنايا ما تخلوش المزهر يغلبكم، هنايا نشمخو برك الكاوكاو نتاعنا حتى نشوف حتى يعني نحسو في يدنا بلي الكاوكاو تاعنا كامل تشمخ، ما نسحقوش حتى يولي لنا عجينه، يعني شغل يجينا كيما الطعام هكذا كيما راكم تشوفوا يتفتت هكذا. ونخلو الحشو نتاعنا هو ثانيك يريح. وهنايا من غدوة من داك جبت البلاطو تاعي اللي الطول تاعو 35 على 40 سنتيمتر، ندهنو مليح بالسمن ونجيبو العجينه نتاعنا اللي كانت ريحتنا مليح، نديرو شويه تاع المايزينا فوق سطح العمل تاعنا، ونبداو نفتحو يعني بالطبقه بالوحده كيما راكم تشوفوا نفتحوها مليح بالمايزينا حتى تولي لكم رقيقه، يعني رقيقه بزاف. نجيبو البلاطو تاعنا نعبرو عليه كيما راكم تشوفوا، نرفدوها هكذا بالحلال ونديروها فوق البلاطو تاعنا مباشرة كيما راكم تشوفوا. ما تعيو روحكم، ما تجيبوا ماشينة التوريق ما والو، هاد البقلاوه تجيكم ما شاء الله، سيوها وما تخافوش. هنايا هذوك الفقاعات تاع الهواء اللي راكم تشوفوا فيهم نثقبوهم بالكيردون تاع السنان، وبين كل طبقه وطبقه تاع العجينه نديرو حوالي 3 مغارف تاع السمن ندهنوهم. وبنفس الطريقة نزيدو نفتحو الطبقة الثانية كيما راكم تشوفوا. ما تنساوش المايزينا اللي هي لازم باش تورق لكم العجينة تاعكم، نفتحوها مليح هكا يعني حتى سطح العمل تاعكم يولي يبان لكم، ونديروها فوق الطبقة الأولى كيما راكم تشوفوا. وهذوك الفقاعات تاع الهواء توجور ما تنساوش تثقبوهم بالكيردون تاع السنان كيما قلت لكم. وكما قلت لكم بين كل طبقة وطبقة نديرو حوالي 3 مغارف تاع السمن يكون ذايب، هكذا ندهنوه كامل.
هنايا كملت كامل الطبقات برك ما صورت لكمش، يعني راهي باينه. هنايا كي نوصلوا للطبقه الخامسه اللي حنديروا فيها الحشو ما ندهنوهاش بالسمن. وهاوليك الحشو تاعنا هنايا بعد ما صبح لي. هنايا لا شفتوه نشف لكم شويه تقدروا تزيدوا له شويه تاع المزهر، ونديروا هذيك الطبقه تاع الحشو فوق الطبقه الخامسه اللي درناها. هاي ليك هنايا كيما قلت لكم انا درت كيلو و200 غرام. حبيت البقلاوه تاعي تجيني عاليه، وهكذا نوزعوه كامل على البلاطو تاعنا باش ما تجيكمش جهه طالعه وجهه هابطه. نجيبو هنايا الكوبات وهكا نسيو نمسحو برك السطح تاع الحشو نتاعنا، ماشي تزيروه كامل هكا تدكسوه حتى لداخل، لا لا، يعني مسحو برك هكذا من الفوق باش يجيكم سطح ملس. وبنفس الطريقه اللي فتحنا بها الطبقات اللي فاتوا نزيدو نفتحو الطبقات الفوقانيين كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم انا من تحت درت 5 طبقات، ومن الفوق حابه ندير 6 طبقات. هنايا الطبقات تاعكم كيما قلت لكم افتحوهم بالمايزينا، وسيو كيفاش تفتحوهم يعني رقاق كامل. يعني ميم لو كانت تقطع لك معليش، يعني سح فيها غير بشويه ورفديها بالحلال وحطيها فوق هذاك الكاوكاو اللي درناه. هاي ليك، يعني نبداو نسقمو فيها غير بشويه حتى تسقم لكم كامل. وكيف كيف نزيدو كيما قلت لكم بين كل طبقه وطبقه نديرو السمن. هنايا من الأحسن تخدموا بالسمن في التوراق، يعني ننصحكم به خير من الزبدة، حيت تجيكم البقلاوة تاعكم مرقة الله الله. وهنايا بالنسبة للحشو كيما تقدروا تخدموا بالكاوكاو كيما تقدروا تخدموا باللوز، يعني كيف كيف كل واحد وعلى حساب مقدوره. كيما هنايا درت انايا الكاوكاو بالقشور تاعو كيما قلت لكم يمدلكم بنا بزاف شابة غير سيوه. وفي التحماص تاعو يعني ما تحمصوش بزاف حمر، يعني في الطياب تاعو حيزيد يتحمر لكم. حمصوه يعني هكا شغل رايح للصفورية هذا ما كان. وهنايا بعد ما كملت كامل الطبقات تاع البقلاوه نتاعي كيما راكم تشوفوا نسقمو هكذا الوجه تاعها غير بيدنا برك، ونجيبو الحلال ونجوزو كامل على هادوك الحواف تاع البلاطو نتاعنا ونحولو كامل هادوك الاطراف. ولي شو تاع البقلاوه هادو بيان سور ما نقيسوهمش، نقدروا نعاودو نخدمو بهم معسلات، يعني تقدروا ديروا بهم التزيين تاع البقلاوه من الفوق. وهنا نجوزو للتقطاع تاع البقلاوة تاعنا اللي كاين بزاف منكم يحبوا يديروه مثلثات مربعات كيما حبيتو ديروه. انا شوفوا كيفاش درت هاد الفكره بالمول تاع المقروط، يعني شوفوا كيفاش نديروه هكذا بالعرض ومن بعد كنوقفوا المول تاعنا نديروه بالطول، حيخرج لكم هادوك المربعات بزاف شابين وكامل كيف كيف. ونعاودو نجيبو الموس تاعنا ونقطعو كامل هادوك الاطراف ونبداو نقسمو ونعاودو يعني فوق هادوك الخطوط بالموس كيما راكم تشوفوا، يعني نهبطوا الموس تاعنا حتى لتحت. وهذيك البقلاوة تاعنا راهي واجدة، ندهنوها من الفوق بشوية تاع السمن. وهنايا انا البقلاوه تاعي ما حاش نزينها دوكا، يعني ما حاش ندير لها هذيك الحبه تاع اللوز من الفوق. دونك واش درت لها، جبت هادوما لي كوردون تاع اسنان كيما راكم تشوفوا ونديروه من الفوق، يعني هكذا باش يحكم لنا هذوك الطبقات، باش كي تتورق لنا البقلاوه تاعنا ماشي كل طبقه تهرب على اختها، باسكو راني حابه ندير التزيين مور ما طيب لي البقلاوه. وبالنسبه للطياب تاع البقلاوه تاعنا ندخلوها للفرن يكون سخون مقبل على 170 درجه، نديروها في الوسط. وكي تشوفوا يعني فات لكم واحد النص ساعه هكذاك قلبوها من تحت، ولا شتو هذوك الطبقات التحتانيين طابوا لكم ولاو حموره، طفوا من تحت وشعلوا لها من الفوق وهبطوا كامل السنيوه تاعكم من تحت في الكوشه وخلوها طيب في عقلها. كيما انا هنا دات لي ساعه بالضبط في طيابها. وهكذاك والبقلاوه تاعي سخونه نعسلها بكيلو تاع العسيله تكون بارده بدون اضافات، ما تزيدوا لها والو. يعني في الاول نديروا لها كيلو تاع العسيله ونخلوها تبات كيما راكم تشوفوا. نديروا كامل هذيك الكيلو، ومن غدوه من ذاك كيما راكم تشوفوا نجيبوا هاد القطاعه يعني هكذا ونفرقوا هذوك الحبات على بعضهم كيما راكم تشوفوا. هكذا نديرو باش البقلاوه تاعنا تجينا معسله حتى للقلب. كيما شفتوا يعني البارح درنا لها هذاك الكيلو تاع العسيله، وكي خليناها باتت من غدوه من ذاك نزيدوا لها 200 غرام. يعني شفتوا في الاول درنا كيلو و200 غرام تاع الكاوكاو، نفس الشيء نديرو كيلو و200 غرام تاع العسيله ونخلوها تزيد تشرب مليح هذاك العسل. وبالنسبة للتزيين تاع البقلاوة تاعي أنا زينتها بحبيبات تاع الجوز، غطستهم في الجلوكوز وزينتهم من الفوق، يعني الجلوكوز حيشد لكم هذيك الحبة تاع اللوز ما حاش تبوجي من بلاصتها. وهاي ليك البقلاوة تاعي جات ما شاء الله. شوفوا لي هذاك التوراق اون ديغي خدمناها بلا ماشين هذيك تاع الفيتاج.
والبقلاوة كيما سبقت وقلت لكم السر تاعها كامل راهو في طيابها، عسوها مليح. وشوفوا لي هذيك الحبة كيفاش تجي عالية ما شاء الله. اي فوالا هاي ليك البقلاوة تاعنا راهي واجدة قدامكم. شوفوا هنايا بعد ما درتها في الكيسات، شوفوا لي هذاك التوراق يعني ما شاء الله. جربوها بهذه الطريقة وردوا لي بالخبر. وهاي ليك البقلاوة تاعنا في وسط الحلويات الجزائرية التي لا يعلى عليها. هاد الحلويات كامل راني درتهم معكم في القناة، اللي حبت تشوفهم تضرب طلع عليهم. وكانت هذه وصفنا تاع نهار اليوم اللي نتمنى ان شاء الله تعجبكم. اللي عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي رايكم في التعليقات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، تلاقاو في وصفات قادمة وسلام.